بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية، ومرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة ومع أول اقتراح لحلويات العيد. جبت لكم واحد الغريبة أو ملوزة من أروع ما يكون، هشيشة تدوب في الفم معلكة بخليط واحد وبنصف كيلو من الكاوكاو أو الفول السوداني. خرجت هذا البلاطو الرائع المشكل. وكيف ما العادة بقاو معايا لآخر الفيديو، لأن الأهم من المقادير هي طريقة التحضير. ولا عجبكم لا فيديو خليوا لي واحد تعليق محفز ولايك كذلك لا فيديو. وإليكم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. اول خطوه تنقوم بها تناخذ داك نصف كيلو ديال الكاوكاو او الفول السوداني من بعد ما مسحته، وغادي نقيه جيدا وندخلو الفرن اللي ديجا كان عندي سخون. بمجرد انني نحيد منه الرطوبه ما نحمرو ما حتى شي حاجه. هانتوما دابا راه خرجتو داك الجليده الفوقانيه تطير منه، بحق من الداخل راه باقي خضر. وتناخذ الهاشوار ونوضع فيها داك الكاوكاو بالقشور ديالو بكل شيء ونطحنو. هانتوما البنات القوام ديال الكاوكاو او الفول السوداني من بعد ما طحنتو شتو كي داير، ما خصوش يتطحن بزاف، خاصكم تخليوه بحال شكل الحبيبات. دابا غادي ندوزو للمقادير ديال الغريبه. غادي نحتاجو فيها 500 غرام ديال الكاوكاو، وانتم شفتوا المراحل اللي دوزنا باش حصلنا على هاد الكاوكاو كي بحال هكا. غادي نحتاجو كذلك 100 غرام ديال السكر حبيبات، 2 ملاعق كبار من مربى المشمش الخاص بالاكل. غادي نحتاج كذلك ملعقه كبيره من الزبده الخاصه بالاكل، تكون نوعيه جيده. لما كانش عندكم غير الزبده العاديه احسن ماركه هي لا بريري، تجي حتى هي فيها زوينه. 2 ملاعق كبار من بودره الكاكاو. غادي نحتاج 3 ديال البيضات ما غاديش يدخلوا كاع كاملين. 2 خمارات بوزن 14 غرام، والسكر المنكه بالفاني. تناخذ البنات واحد القصعه ولا انيه تنوضع فيها هذاك الكاوكاو او الفول السوداني، وتنضيف عليهم جميع النواشف اللي عندي. تنضيف داك 100 غرام ديال السكر حبيبات. تنضيف عليهم كذلك داك 2 ملاعق كبار من بودره الكاكاو. ونضيف عليهم داك القبيصه ديال الملح، ضروري رانا ما ذكرتهاش في المقادير. ونضيف عليهم داك الساشي او السكر المنكه بالفاني بوزن 7 ديال الغرام ونصف. غادي نضيف 2 ديال الخمارات بوزن 14 غرام. ونخلط هاد المقادير جيدا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف عليهم داك الملعقه كبيره ديال الزبده، ونضيف عليهم داك 2 ملاعق كبارين ديال المربى. ونخدم جيدا هاد المقادير وندخل داك الزبده ولا نلبس داك الحبيبات ديال الكاوكاو بالزبده. ودابا غادي نبدا نضيف البيض البنات. ضفت البيضه الاولى وغادي ندخلها جيدا في المقادير، ونضيف كذلك البيضه الثانيه. بالنسبه للبيضه الثالثه غادي نستعمل فقط الصفار، البيض غادي نحتفظ به. وغنبقى ندخل داك صفار البيض شويه بشويه وانا تندلك، لان هاد المرحله مهمه البنات باش تنجح لنا الغريبه ديالنا او الملوزه. خاصنا ندلكو هاد الخليط جيدا. ومن بعد ما دلكت هاد الخليط جيدا قسمته على جوج ونغطيه بلاستيكه.
دابا غادي ندوزو نشكلو غريبه ديالنا الاولى اللي مفنده في السكر الثقيل. غادي نحتاج سكر كلاصي او سكر ثقيل يكون نوعيه ممتازه. تنضيف عليه واحد الخميره ديال الحلويات بوزن 7 ديال الغرام ونص. هذه لاسيوس تنضيفها انا البنات باش منين تنخرج غريبه ديالي من الفرن ما تيطيحش نهائيا داك السكر كلاصي. تناخذ واحد زليفه تنوضع فيها الماء وتندهن السطح ديال يدي ونبدا نشكل كويرات البنات. انا تنشكل غريبه على كل سيده وكي تتبغي غريبه ديالها. كاين اللي تتبغيها تكون الحجم ديالها كبير، كاين اللي تكون تتبغي الغريبه ديالها الحجم الصغير. انا تقريبا 20 غرام في كل وحده. غادي نشكل كويرات وغادي نوضعهم البنات في السكر كلاصي او سكر ثقيل. وفيما نبغي البنات نشكل كويره ندهن اليد ديالي بالماء باش تلبس لي جيدا داك الغريبه بالسكر كلاصي. وبهذه الطريقه غادي نلبس جيدا داك الكويرات بالسكر كلاصي او سكر صغير ونوضعهم في واحد الصفيحه خاصه بالفرن من بعد ما وضعت عليها الورق الخاص بالطبخ تفاديا باش ما تلصق لي حتى شي حاجه منين نخرجها من الفرن. ومن بعد ما شكلت غريبه ديالي تناخذ فصوص ديال الكركاع وتنوضعهم بهذه الطريقه في الوسط ديال هاد غريبه وتنضغط عليهم. ولا ما كانش عندكم هاد الكركاع غير بامكانكم غير بملحقه تضغطوا عليهم وتدخلوهم مباشره للفرن. هاد المرحله مهمه ديال الفرن باش ننجح معكم غريبه البنات. انا الفران سخون على 180 درجه حراره. النار تكون من الفوق منين تبدا تشقق لنا الغريبه ديالنا وتبدا طيب. تهبطوها تقريبا 2 ديال الدقائق حتى 3 ديال الدقائق من التحت. ومده ديال الطهي ديالها داخل الفرن ما خصهاش تفوت 10 ديال الدقائق باش ما تقصحناش غريبه ديالنا، لان لا فاتت الوقت القانوني ديالها تتقصح وما تيجيش المذاق ديالها زوين. القسم الثاني ولا الخليط الثاني اللي احتفظت به غادي نحتاجو، غادي ندوزو نشكلو. غادي نحتاجو بياض البيض، غادي نحتاج البنات لوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي اللي كان عندك متوفر، او كونكاسي تا هو تيجي المنظر ديالو زوين. غادي نشكل كويرات بحجم تساوي تقريبا 20 غرام في كل وحده. غادي نمررهم جيدا في بياض البيض وندوزهم كذلك في هذا اللوز ايفيلي بهذه الطريقه ونوضعهم في الصفيحه ديال الفرن. ومن بعد ما شكلت غريبه ديالي تناخذ هاد الفواكه المعسله. خديت هاد السوريز اللي اللون ديالو احمر تنوضعو في الوسط بطبيعه الحال وتنضغط عليه وتندخل كذلك هاد الصفيحه ديالي للفرن. غريبه الاخرى راها طابت وخرجتها، انا غادي نوريكم كي جاو من بعد ما خرجتهم من الفرن. وها غريبه ديالي او الملوزه من بعد ما خرجتها من الفرن. ما تتقيسوها ما حتى شي حاجه، تتخليوها تبرد تماما عاد تقدموها. وهذا هو التقديم النهائي ديال الغريبه او الملوزه اللي وجدناها. انتم بلاطو اقتصادي فقط بنصف كيلو خرجت لنا هاد الكميات. مذاق مميز ديالها، تجي هاد غريبه هشيشه، تجي معلكه، تذوب في الفم. غادي نعطيك مجموعه ديال الاقتراحات ان شاء الله في الايام المقبله باش تنوعي في المائده ديالك ديال العيد. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والعافيه، والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.